بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا هاي المريضة عمرها 26 سنة، وزنها 127 كيلوغرام، والطول 156 سنتيم. كتلة الجسم بي ام اي حوالي 52. تعاني من السمنة المفرطة، وحاولت بكل شتى الوسائل تنزيل الوزن، ولكنها فشلت في ذلك. لذلك قررنا اليوم أن نسوي لها عملية تكميم المعدة، وإن شاء الله راح تكون عملية سلسة وسهلة، لأن التيم مالنا الحمد لله ذو خبرة عالية، والجهاز اللابروسكوبي الموجود في مستشفى مهرباني ذو دقة عالية. عمليات الفترة السمنة المفرطة في مستشفى مهرباني أسبوعيا ويوميا موجودة، تشمل عمليات تكميم المعدة وعمليات تغيير المسار. طبعا بعد عمليات إجراء عمليات تكميم المعدة، اتباع النصائح ضرورية جدا، وخاصة أخذ الفيتامينات والنظام الغذائي. التزام بالنظام الغذائي بعد العملية ضرورية جدا لكي تكون مساعدة في إنزال الوزن واحتفاظ بالوزن المريض. فلازم يكون المريض يعني متعاون معنا لكي تكون نسبة نجاح العملية عالية جدا. معالجة السمنة في مستشفى مهرباني، التيم الخاص، التيم الجراحي الخاص بمعالجة المرضى. عمليات يقوم يوميا بعمليات السمنة المفرطة من تكميم المعدة وعمليات تغيير المسار. قمنا اليوم بإجراء عملية تكميم معدة لمريضة عمرها 26 سنة، الطول 165 سنتيم والوزن 127 كيلو غرام. البي ام اي تقريبا كان 51-52. فقمنا بإجراء عملية تكميم معدة لها. فعمليات السمنة المفرطة مستمرين نحن في مستشفى مهرباني، شارع 120 متري، فرمان أربيل. عمليات قص المعدة وعمليات تغيير مسار مستمرين فيها. فالحمد لله قمنا بإجراء العملية خلال وقت قياسي وجيد، وكانت تمت العملية بنجاح الحمد لله. وهذه المعدة، شكل المعدة بعد قصها تم تقريبا قص تقريبا 60 إلى 65-70% من المعدة، لأن كانت المعدة واسعة وطويلة وكبيرة.
فقمنا بغسل المعدة بهذا وشكل المعدة، وقمنا باستعمال هذه الكباسات الجيدة النوعية، وإن شاء الله تستفاد المريضة وينزل وزنها. زورونا في مركزنا، مركز معالجة السمنة في أربيل، مستشفى مهرباني، شارع 120 متري، فرمابران. نتمنى لكم الصحة وشكرا جزيلا. میهرەبانی، دڵسۆزی و لێزانی.